هنعمل اسهل كفته في الدنيا، مكونات بسيطه، مجهود قليل، مش هنصبع خالص ولا هنحمر على البوتاجاز. هنحتاج حوالي كيلو لحمه مفرومه، عليهم بصلتين كبار مفرومين ومعصورين، عليهم كمان بقدونس مفروم، وبعدين هنحط تشكيله بهارات: معلقه كبيره 7 بهارات، شويه قرفه، معلقه كبيره كمون، شويه شطه او زياده لو عاوزين، فلفل اسود، كزبره، ومعلقه كبيره ملح. نحط كل ده، واخر مكون هو الزبادي اليوناني. في ناس بتحب تحط بيضه، بس الزبادي بيرطب الكفته جدا ويخليها كده طريه. هنعجن كل حاجه مع بعضها. كفته ساقعه قوي. كده خلصنا عجن. هنجيب بعد كده صينيه مسطحه ينفع تدخل الفرن، ونحط عليها شويه زيت، ونوزع زيت في كل حته، وبعدين هنزل الكفته كلها في الصينيه وابتدي ابططها في الصينيه كلها. اتاكد ان انا بوصل لحد الحروف. بعد كده هنبص على ادوات المطبخ عندنا ونطلع اي حاجه عندها بوز حامي كده. الاول هقطعها من النص، وبعدين كل نص هقسمه نص، وبعدين كل ربع هقسمه نصين. فكده بقت صوابع كفته. احنا فرمنا البصل وعصرناه، دي بقى ميه البصل. هنحط عليها شويه بابريكا واقلبها، وهبتدي ادهن بيها الكفته. ناس كتيره قوي بتحب انها تصبع بميه البصل، هي دي نفس الفكره. فميه البصل دي بتدي لون حلو قوي لما تطلع من الفرن، خصوصا لما نحط معاها شويه بابريكا. هدخلها الفرن على درجه 200 لمده تلت ساعه. وبكده عملنا اسهل كفته، مكونات بسيطه، مجهود قليل، مش لازم نصبع خالص ولا حتى نحمرها على النار.